الكل كان في ترقب للخردة الأولى للمنتخب الجزائري في كان غينيا الاستوائية ضد جنوب إفريقيا، مثل ما عليه حال عائلة مدافع الخضر رفيق حليش. مخلوف هو عم اللاعب رفيق، تابع اللقاء رفقة عائلته، لكنه عاش لحظات عصيبة مثل باقي الجزائريين خلال أطوار الشوط الأول، حين غاب أداء وحضور محاربي الصحراء بمن فيهم المدافع رفيق، وتسجيل منتخب بافانا الهدف الأول الذي عمق جراح عائلة حليش. ان شاء الله المدرب بيعطيهم تعليمات باش يعاودوا يصلحوا غلطات. بدأت ملامح الخوف تتلاشى من وجه عم رفيق حليش وكل من تابع اللقاء بعد صحوة محاربي الصحراء وعودتهم في النتيجة التي ختمها الخضر ب3 أهداف كاملة، صنعت الفرحة عند الكل وأعادت الأمل من جديد. مباراة كانت صعيبة بزاف، ولكن بينوا باللي ايكيب اللي كبيرة ما تلعبش مليح تفوز. لم تقتصر الفرحة فقط لدى عائلة حليش، فأغلب العائلات الجزائرية فضلت التعبير عن فرحتها عقب هذا اللقاء بهذا الشكل. 1 2 3 فيفا الجيري.